مازيمبي واحد من اقوى وانجح الفرق في افريقيا، ما كانش افضلهم، وكان مسيطر على قاره افريقيا في فتره من السنين، مرورا بفوزهم بدوري ابطال افريقيا 5 مرات، الكونفدراليه مرتين، كاس السوبر الافريقي 3 مرات، لا وكمان فضيت كاس العالم في 2010. بس عمرك سالت ايه اللي ممكن ينزل مستواهم بالشكل اللي احنا شايفينه دلوقتي؟ كل ده تعرفه في فيديو النهارده وقصه نادي مازيمبي. حكايتنا بتبتدي في سنه 1939 كونغو الديمقراطيه، بالتحديد مدينه لوبومباشي. جماعه من الرهبان الرحاله او بيطلقوا عليهم بمعنى اصح رهبان البنتكتيين، والرهبان البنتكتيين دولت ساعتها كانوا بمثابه رسل بينشروا الدين المسيحي في المعاهد علشان يعلموا الطلاب ان هم يطلعوا متدينين. المهم في الفتره ديت كانت الكونغو الديمقراطيه بتمر بمشاكل سياسيه وحروب اهليه بسبب كمان الاحتلال الفرنسي اللي كان مسيطر على اغلبيه دول افريقيا في الفتره دي. كمان الرهبان البنتكتيين دولت استقروا بالظبط في مدينه لوبومباشي عند نهر لامالا. هم استقروا عند نهر لامالا دوت وابتدوا يدرسوا في معهد سانت بوفونس. سلام برضه في الانجليزي. المهم كانوا بيدرسوا في معهد سانت بوفونس دوت الدين المسيحي. فجات لهم فكره في يوم، ليه ما نعملش فريق كوره ينافس فرق زي فيتا كينشاسا وكونجو سبورت؟ للعلم فيتا كينشاسا دوت كان بالمسمى القديم لنادي فيتا كلوب دلوقتي. قالوا له تمام، دي فكره حلوه جدا ان احنا نعمل فريق فعلا ينافس فرق زي دي وان هو ينافس على البطولات المحليه. كان عندهم عائق، احنا هنجيب لعيبه منين؟ فرد حد تاني قال لهم لا احنا مش هنجيب لعيبه، احنا هنعمل اختبارات في المعهد وهنختار منها لعيبه ان احنا نطلعهم ونعمل لهم عقود، وكده كده احنا كسبانين، احنا مش هندفع حاجه. فقالوا تمام، دي فكره كويسه جدا، بس هنسمي الفريق ايه؟ قالوا احنا هنسمي الفريق سان جورج. سان جورج ده نسبه للقديس جورج اللي كان ساعتها احد زعماء الرهبان البنتكتيين. فعلا بدأوا في تأسيس النادي وصعدوا فعلا للدوري الكونغولي الممتاز في 1944 بسبب المشاكل الاقتصاديه اللي كانت بتمر بيها الكونغو في الفتره ديت. فللاسف الرهبان البنتكتيين قرروا ان هم يتخلوا عن اسهمهم او حصصهم في النادي. فعلا بدأوا يبيعوا اسهمهم لشركه انجلبر ديت. وللعلم شركه انجلبر ديت هي شركه اطارات، كانت شركه فرنسيه في وسط الاحتلال الفرنسي في الفتره دي. وفعلا في 1944 اتغير اسم الفريق واستحوذت شركه انجلبر ديت على كل اسهم الفريق يعتبر، واتغير اسم الفريق من سان جورج اف سي لانجلبر اف سي. فات 24 سنه و25 سنه لحد ما وصلنا 30 يونيو 1960. اليوم ده اعلنوا الكونغو الديمقراطيه دوله مستقله. فده ادى ان شركه انجلبر تسحب اسهمها من النادي لحد 1966، وخلاص شركه انجلبر ما بقتش مالكه للنادي. احنا هنعمل ايه في الفتره دي؟ قالوا بس خلاص احنا نغير اسم النادي من انجلبر اف سي لتوت بوزيان مازيمبي، وغيروا الشعار كمان، خلوه لوجو اسود كده فيه تمساح وبقه كوره. اللوجو بتاع التمساح ده يرمز لمدينه لوبومباشي، تحديد لنهر لامالا اللي انا قلت لك عليه في الاول. في 1967 مازيمبي قدر ان هو يحقق دوري ابطال افريقيا اللي هو كاس الكؤوس الافريقيه. للعلم هم وصلوا النهائي 4 مرات من 1967 ل 1970. كسبوا النهائي مرتين، خسروا النهائي مرتين، واحده منهم في 1969 خسروا النهائي من الاسماعيلي. كان ساعتها الاسماعيلي اول نادي عربي ياخد دوري ابطال افريقيا. فات 41 سنه من ساعه 1980 الفريق ما كانش ادي اي شيء يذكر. جينا لسنه 2009 دي كانت نقطه تحول في الفريق، لدرجه انه بقى الفريق ده اقل كلمه تقال عليه ان هم بيدوسوا على وش اي حد يقف في طريقهم. وكان في الفتره دي لعيبه معروفه قدروا ان هم يعملوا حاجه في الفتره اللي كان الفريق فيها ماشي كويس، وهم روسر مابوتو، كابانجو، لوساديسو. وقدر ساعتها الفريق ده ياخد كل البطولات المحليه، لا وكمان قدر انه ياخد دوري ابطال افريقيا بعد لما كسب الهلال 5-2 في ملعب الجوهره الزرقاء. المهم ان هم فعلا كسبوا الهلال 5-2 ولعبوا في ماتش العوده في استاد تي بي مازيمبي، خسروا 2-0 بس صعدوا النهائي عشان يلعبوا هارتلاند النيجيري. ومازيمبي خسر 2-1 في الماتش اللي في نيجيريا، وكسب 1-0 في الدقيقه 78 في الماتش الثاني، وخلاص كسبوا البطوله. المهم ان هم جابوا مدرب فرنسي اسمه دييجو بارزيتو. المدرب ده كان مويس كاتومبي حاطط عليه امل ان هو، ومش هو بس، كانت تقريبا كل قاره افريقيا شايفه ان الفريق ده لو كان صعد كاس العالم في الفتره دي بالاداء اللي هو بيعمله ده فهو تقريبا ممكن يوصل لاعلى درجه، ممكن مثلا يوصل سيمي فاينل او فاينل بسبب الاداء اللي هم كانوا عاملينه في البطوله، ان هم كانوا فعلا دايسين وش اي حد. للاسف 2009 الفريق ادى اداء مزري في كاس العالم وخسر الماتشين وخد مركز سادس. ايوه ده فعلا حصل، الفريق ساعتها خسر من يوهانج سيلرز الكوري 2-1، وفي تحديد ماتش
المركز الخامس والسادس خسر من اوكلاند سيتي. اوكلاند سيتي ده اللي اي فريق بيخش يلعبوا ما بيحسبوش اساسا، خسر منه 3-2 وخد المركز الاخير ورجعوا واخدين على قفاهم. بس خلاص يعني اللي حصل حصل. المهم ان هم رجعوا في 2010 عملوا اللي عملوه في 2009 بالظبط، وخدوا كل البطولات برضو وخدوا دوري ابطال افريقيا. بس السنه دي خدوها من الترجي، وما خدوهاش كده لا، ده كسبوا الترجي 5-0 في الكونغو. وانا فاكر لحد دلوقتي رؤوف خليفه وعمال يصيح وعمال يقول لك ظلم عشان اتطرد منهم 2. قريبا جدا. هذه هي القرارات اللي كنا نحكي عليها. مش معقول، لا 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 لا، هذا غير معقول. فضيحة تحكيمية منذ البداية، واضحة المؤامرة على الترجي. وساعتها كان الترجي لا كان فريق برضه، كان معاهم يوسف المساكني وخليل شمام وسيون بن يوسف، فكان فريق بقى فريق. وساعتها اصلا 2010 الترجي هو اللي مطلع الاهلي اساسا. المهم ان الفريق صعد كاس العالم للانديه، وكانوا السنه دي بقى مستنيين منهم اداء حلو ان هم يقدروا يعملوا حاجه. المهم الفريق فعلا بدا كاس العالم، قدر ان هو يكسب باتشوكا المكسيكي 1-0 ويصعد لنص النهائي ويقابل انترناسيونال البرازيلي. وحصلت مفاجاه ويعمل معجزه ان هو يكسب 2-0 ويصعد فاينل قدام الانتر. الفريق حقق انجاز ان هو ياخد مركز تاني، وده كان اول فريق افريقي يقدر ان هو يصعد او يقدر ان هو يمشي في مشوار طويل في البطوله دي، لحد ما يرجع الفريق في 2015 ومسك باتريس كارتيرون اللي مسك الاهلي والزمالك هنا، وقدر ان هو يوصل مع الاهلي فاينل افريقيا بلعيبه بكساحه حرفيا، وفعلا قدر ان هو ياخد بيهم دوري ابطال افريقيا. وساعتها طلع نجوم جديده زي سليف كولوبالي وابو بكر ديارة. نوصل ل 2019 والفريق يطلع نجوم تاني زي بن مالانجو، جاكسون، موليكا اللي الاهلي هيموت ويجيبه، ويرجعوا ساعتها تروسر مابوتو. في 2019 في مازيمبي واقع مع الاسماعيلي، واقع مع الافريقي التونسي، واقع مع فريق تاني كده مش فاكره. ساعتها مازيمبي يحقق انجاز، يسجل اكبر نتيجه فوز في تاريخ دور المجموعات في دوري ابطال افريقيا بعد ما كسب الافريقي التونسي 8-0. قالوا بس كده خلاص الفريق ده هيصعد دوس على وش اي حد وهياخد البطوله. المهم ان في نفس السنه دي الاهلي خسر من صن داونز 5-0 وخرج. الفريق ساعتها خرج بالسيمي فاينال من الوداد، والوداد والترجي صعدوا. نيجي بقى ل 2021 هي بدايه اللعنه. جاكسون موليكا النجم الاول للفريق للاسف هو مشي وراح بشكتاش بسبب ثغره في عقده. ساعتها الفريق ما عملوش عقد لاعب محترف اصلا، الفريق كان عامل له عقد لاعب هاوي لان هو كان مصعده من الاكاديميه بتاعه النادي. بشكتاش خدته اكنه فري لحد 2022 بقى، بالذات في البطولات الافريقيه الفريق يطلع من دوري ابطال افريقيا يروح على الكونفدراليه يتعادل الماتشين ويدخل ضربات جزاء، وفي 2023 يحصل نفس اللي حصل تاني ويطلعوا من دوري ابطال افريقيا ويروحوا الكونفدراليه. بس اللي حصل في الكونفدراليه ده كان مزري، ان الفريق عادل 3 ماتشات وخسر 3. انت متخيل ان الفريق بيكسب 8؟ يانج افريكان كسبته على ملعبه، ومش عارف تقريبا اتحاد العاصمه كان معاهم في المجموعه كسبهم على ملعبهم تقريبا برضو، والفريق فعلا بقى حاله يصعب على الكافر. ودي يعني كانت يعتبر قصه مأساويه شويه، نهايتها حزينه لان الفريق كان ماشي كويس. ايه اللي حصل ان هو يفضل ينزل في مستوى الفريق كده انت ما تعرفش، هل كانت فلوسهم بقى حرام ولا كانوا بيعملوا ايه ولا كانوا بيعبدوا ايه؟ المهم عشان ما اطولش عليك اكتر من كده، بس دي كانت كل الحكايه. يا رب يكون الفيديو عجبك او الحكايه دي عجبتك، واستنى فيديوهات احسن. المهم سلام.